السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وطبعا عايزة أقول لكم إنكم وحشتوني كتير جدا 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 من الحلقة اللي فاتت. ويلا بينا يا أجمل وأحلى متابعين نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش لايكات بقى لايكات، وتعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم أي إشعار لأي حلقة أنا هنزلها من عشق بين الكبرياء أو غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل في حلقتنا النهاردة واللي هيحصل مع آسيا وجاسر وباقي أبطال روايتنا. يلا بينا. اجمدي يا آسيا، ده أنا بقوى بيكي. آسيا ابتسمت له. ها، مش هتروحي الجامعة تاني؟ صدقيني أنا لا. لا يا جاسر. طب وحقك، مش هتجيبي حقك من حازم؟ هنا آسيا بعدت عن حضنه ومسكت ايديه وابتسمت له واتكلمت بثقة شديدة جدا وهي بتقول: جسر، أنا واثقة فيك وواثقة إنك هتعرف تجيب لي حقي من أي حد أذاني. جسر ابتسم لها وضمها ليه جامد جدا. آسيا راحت قالت له: الدنيا بتنطر، الجو جميل قوي. اه فعلا. طب أنا هلبس حاجة وننزل في النطرة، هستناك. نعم. ودخلت على أوضة وقفت على نفسها الباب وغيرت غضومها إما عنه هو، فكان لبست ونزلت معاه. كانت مبسوطة جامد جدا. كانت بتجري بحرية وفرحة شديدة جدا. كانت بتضحك زي الطفلة الصغيرة. هي دلوقتي مش شايلة أي مسؤولية. طول ما هي مع جاسر فهي مش شايلة أي مسؤولية. آسيا، تعرفي إني بحبك قوي؟ عارفة إني بتحبني؟ لأ، أنت مش بتحبني، أنت بتعشقني يا جسر. ثقة ولا غرور؟ اعتبرهم الاتنين. لا والله. اه والله. امم بقولك ايه، قلعت الجاكيت اللي كانت لابساه وظهر فستان جميل جدا وراقي كان يخطف الأنظار عليها. قرب منها وقرب من وشها وحط ايديه على شفايفها وبدأ ان هو يمسح لها الميك اب اللي هي كانت حاطاه على شفايفها. وبعد كده ابتسم لها بعد ما خلص وقال لها: كده احسن على فكرة. مم. طيب لو انت شايف كده يبقى كده احلى. مم. مم. تعالوا نرقص سلو تحت المطرة، يلا. وفعلا قاموا ورقصوا سلو مع بعض تحت المطر وكانوا مبسوطين ما بين ضحك وهزار. كل وعد وعدتهولك هوفيهولك ما تخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده انا بقوى بيكي ما تضعفيش، انتي نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلتو، وانت زي ما كنتي واقفة في ظهري سندة. وبعد كده آسيا طلعت ونامت وهي مبسوطة. نعم، برغم انها طلعت من الجامعة ومستقبلها بقى في الليل خلاص، بس كل يهون عشان خاطر جسر. بعد كده جاسر راح على الجامعة وبعد كده نام، برغم ان الساعة كانت 2 ولا 3. بس مش مهم، المهم ان آسيا تكون مبسوطة وما يسيبش ليلة تعدي عليها وهي حتى حزينة. نام وصحي في يوم جديد وبعد كده هشام كانوا بيعتذر له جدا
بس هو قبل اعتذاره وكمل تدريب عادي جدا، طبعا تحت نظرات البنت الصفرا اللي كانت عايزة تلفت أي نظر وخلاص. بعد ما خلصوا تدريب البنات جريوا على جسر وهما بيقولوا له: جسر، نعم، في ايه؟ انا ابقى صاحبة اسيا واسيل برضو صاحبتها. ايوه، هو فين اسيا؟ انت اكيد تعرف اي حاجة عن اسيا. انا مش عارفة مكانها ونفسي اوصل لها باي شكل من الاشكال. ما تخافيش، اسيا كويسة بجد. اه والله. طيب، معاك رقمها؟ معايا رقمها ايه؟ انا معيش موبايل، ده ممنوع في الجامعة. صح، نسيت. طيب، شكرا، العفو. وبعد كده كملوا تدريبات بعد ما خلصوا بريك. وبعد كده يجي بالليل، ماريا كانت عمالة تلف وتدور وهي مش عارفة هتعمل ايه. أسيل كانت بتفكر: ما خلاص بقى، انتي حاولتيني على فكرة. راحت وقعدت وهي بتقول: طب اعمل ايه طيب؟ يا ربي. فضلت تاكل في ضوافرها. بطلي بس تاكلي في ضوافرك ده. هعمل ايه بقى يا ستي؟ مش عارفة اجيب رقمها ازاي، انا مش فاكرة رقمها. حاولي تفتكريه.